مساكم الله بالخير. أجمل كلام وأحلى حديث وأجمل قصة عبر التاريخ لما يتكلم فيها الإنسان، لما يتحدث فيها الشخص، لما ينطقها الشخص، فهو يعيش في قمة السعادة، وحتى المستمع يعيش في قمة السعادة والفرح والأنس والأسمى لارتقاء هذه الأنفس لما تتحدث عن حبيبها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نبينا عليه الصلاة والسلام يا جماعة الخير يعالج جميع سلوكياتنا الخاطئة، ممارساتنا اللي نمارسها مع الناس، مع الأشخاص، مع من هم أقرب لنا. النبي عليه السلام يعالج هذه المشاكل. النبي عليه السلام يا جماعة الخير يوم من الأيام يجي أحد الصحابة يقول يا رسول الله، يشتكي أحد الصحابة بشر، قال يا رسول الله إن أبا ذر قد عيرني وقال لي يا ابن السوداء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى أبو ذر، فوقف النبي عليه السلام غضبا على أبو ذر وقال أعيرته بأمه؟ قال يا رسول الله، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تعال وقف. إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه السلوكيات ما زالت موجودة عندك. أنت أبو ذر صحابي جليل، لك قدرك ولك مكانتك في الإسلام، لكن هذه في جماعة الخير هذه العبارات هذا التأديب من النبي عليه السلام كيف عالجت هذا السلوك في نفوس هؤلاء الصحابة. أبو ذر لما سمع كذا أن النبي عليه السلام قال أنك امرؤ فيك جاهلية، عالج مشكلتك، فذهب على طول ووضع خده على الأرض وقال لي بلال ضع قدمك على رقبتي والله لا أرفع حتى تضعها. فشوفوا جماعة الخير، شوفوا المبادرة الجميلة، شوفوا الشيم، الاعتذار عندهم له شيمة وله مكانة، وذاك لما يجيك والله لا أرفع حتى تضعها. فشوفوا جماعة الخير، شوفوا المبادرة الجميلة، شوفوا الشيم، الاعتذار عندهم له شيمة وله مكانة، وذاك لما يجيك الشخص يعتذر اقبل عذره. ترى كلمة اعتذر، كلمة ترى ثقيلة على النفس، مو أي واحد يطلقها. فلما شفت إنسان يقول لك أنا آسف، أنا أعتذر، اقبل العذر ولا تقعد تعاتب ولا تقعد تذكر الشخص. فبلال على طول جاء وقبل خده وضمه وتصافوا، انتهت المشكلة. حنا يا جماعة الخير لا نحكم على الناس بسبب مهنهم ولا بسبب ألوانهم ولا بأشكال. ولذلك يا جماعة الخير الجاهلية تنقسم إلى قسمين: قسم زماني جاء الإسلام وقضى عليه، القسم الثاني قسم سلوكي. القسم السلوكي ما زال موجود إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الناس العرب قبل تتفاخر بأحسابها وأنسابها، هذه ما زالت موجودة إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يا جماعة الخير لابد أن يضبط تلك السلوكيات. انتبه، تشوف نفسك أنك أرقى من الناس الثانيين، أنك أعلى من الناس الثانيين. لا تشوف نفسك، انزل دائما للناس. نزولك للناس مو تنزل راسك لهم، لا 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 لا, لا. خلك إنسان خلوق مؤدب، أعطي الناس، أنزل الناس منازلهم. خلك إنسان بشوش، إنسان طيب قلب، إنسان حبيب.